ليه عندك مليون متابع ولكن مدرجاتك فاضية؟ لأن أكبر خطأ بترتكبه أندية كتيرة إنها بتتعامل مع الجمهور كله بنفس درجة الولاء، والحقيقة بتقول إن مش كل المشجعين زي بعض. في نموذج مشهور في التسويق الرياضي اسمه Psychological Continuum Model بيقول إن المشجع بيمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى بيعرف النادي بس، التانية بدأ يعجب بالنادي، التالتة النادي بقى جزء من هويته، والرابعة ولاء كامل حتى وقت الخسارة. المشكلة هنا إن أندية كتير بتتعامل مع الجميع وكأنهم في المرحلة الرابعة، فبتطلب من شخص يا دوب لسه عارف النادي إنه يشتري تذكرة أو عضوية أو حتى التيشيرت، وبعد كده بتتفاجئ إنه غير متجاوب. النادي الذكي أو الشخص الذكي بيفهم إن كل مرحلة بتحتاج رسالة مختلفة. في شخص بيحتاج للتعريف، وشخص بيحتاج للارتباط، وشخص بيحتاج للشعور بالانتماء، وشخص بيحتاج للمكافأة على ولاء. فبالتالي الجمهور مش كتلة واحدة. منين اللي بيفهم أين يقف كل مشجع في رحلة الولاء يقدر يحول المتابع إلى مشجع، والمشجع إلى عميل، والعميل إلى سفير.